ما عندي شيء يعني أقول لكم عليه يعني بالكلام اللي تبغونه، ولكني أذكر أن رجل أخذ له بنية صغيرة عمرها 11 سنة، وقال أبوها أنا بشرط عليك شرط يا ابني إنك ما تجيها إلا بعد 4 سنوات. وقال والله يا أمي حبيبي أنا الحين متزوج وفرحان بالزواج كيف بس؟ قال ولو كان تقبل ولا ما تقبل؟ قال لا بالله لا أقبل، أنا حاب هالبنية وحابك وحاب قربك. جلس وياها البنية بعد ما تزوجها يضحكون ويلعبون مثل لعب بعض هالعيال اللي عندي جزاهم الله خير بعض المرات، وقام يلمسها ويحببها ولا من الرجال تحرك. يوم تحركوا ولا يمسك كذا قال شوفوا وشو هذا، يوم لمسته ولا والله ولا زين يعني ما تحمسوا. قالت وش سوى ابو؟ قال يسوى ياخذ ذا المايك انا امسك لك المايك. لا تمسكوا وخر عن بس تعال هنا لان القصه محتاجه. يوم لمسته قالت وش قال هذا قالت وين يحط؟ قال يحطها لي زي. قالت وين انا اشوف؟ يوم حطه وانكوعد قال ها وش سووا؟ قالت دزوا يا ابن الحلال ودزوا يا ابن الحلال دزوا يا عم انه وصل خصا. امرت قال خلاص انت امرت تحط يد احد رخصه وقالت فك العقد الله لا لا تذخرنا فك العقد جزاك الله خير فكه خليه يدخل جميع كله. قال حسبي الله على ميت حسبي الله على ميت. وانا ارجو من الله سبحانه وتعالى الله يعيدنا ب 12 سنه واخوي حتى مثله واكون مسرور فيها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. فك العقده.